السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن واحدة من أهم الويدجتس اللي موجودة في فلاتر وبنستخدمها كتير جدا في مشاريع الإي كوميرس، ألا وهي السلايدر ويدجت. وهنفهم بالظبط هي بتعمل إيه وبتشتغل إزاي. أول حاجة، يعني إيه سلايدر؟ السلايدر هو إيليمنت يو أي بيخلي اليوزر يختار رقم من رينج معين أو من رينج محدد عن طريق سحب البطن سواء يمين أو شمال، ومش عشوائية. يعني ايه مش عشوائية؟ يعني كل حركة، يعني كل سحبة ليها قيمة رقمية معينة. وطالما قلت يعني حاجة بتتغير، فطبيعي لازم نستخدم stateful widget، لأن قيمة السلايدر بتتغير، وأي حاجة بتتغير في فلاتر فلازم أن تكون جوه stateful widget علشان نقدر نستخدم السيت ستيت، لأن السيت ستيت هي اللي بتقول للكومبايلر أو بتقول كده للجهاز اللي عندي إن في حصل تغيير فغير لي الكلام ده على الإيميليتور. طيب، اول حاجه هبدا اكتب السلايدر ازاي. هبدا ان انا اول حاجه ان انا اعرف المتغير، فممكن اجي هنا اقول دبل واقول فاليو واديه مثلا قيمه 50، واجي هنا مثلا في السكافولد ممكن نقول سنتر، او في البادي الاول نقول سنتر عشان بس اخلي السلايدر في النص، واقول للتشايلد ونقول مثلا ايه السلايدر اللي هي الويدجت بتاعتنا. فاول ما اكتب سلايدر بيظهر فاليو وبيظهر unchanged. فاول حاجه هي الفاليو، انت بتبص لها قيمه المتغير ده، فهي اوريدي احنا خلاص يعني هي معموله ايه باي ديفولت. ماشي. ممكن ابدا هنا في بروبرتيز موجوده في السلايدر، زي مثلا في حاجه اسمها من، والمن ده هو اقل رقم مسموح للسلايدر، فمثلا ممكن نخليه زيرو. عكسها ماكس، الماكس هو اكبر رقم مسموح للسلايدر، فممكن نخليه 100. بعد كده نيجي على الانشنجد، وهي فانكشن لو وقفنا عليها كده هي فانكشن بتقبل بارامتر من نوع دبل. تمام. فنيجي هنا ونقول مثلا نيو فاليو ونعمل كيرلي براكتس ونكتب السيت ستيت بتاعتنا. تمام. وابدا ان انا اقول الفاليو بتساوي نيو فاليو. طيب اعمل هوت رولوت فيبدا يظهر بالشكل ده كده، هو اول ما فتحته هو كان قيمه 50. طيب ايه النيو فاليو ديت؟ يعني ايه الكلمه اللي انا حاطط البارامتر ده اصلا موجود ده ليه؟ النيو فاليو ده هو الرقم الجديد بعد ما اعمل عمليه السحب. يعني انا دلوقتي اول ما عملت هوت ريلود هو كان كام؟ 50. فانا دلوقتي مثلا سحبته كده فخلاص هو مثلا كده مثلا وليكن 30. طيب اخره كام؟ لو انا عملت كده زيرو لان انا حاططها هنا زيرو. طيب ده اخرها كام؟ لا ممكن نرجع كده 100، كده 100. فدلوقتي النيو فاليو هو الرقم الجديد او القيمه الجديده بعد ما بعمل عمليه السحب سواء يمين او شمال. طيب السيت ستيت بتقول لفلاتر ان في تغيير هنا حصل، ان دلوقتي اليوزر بدا يعمل عمليه سحب لليمين والشمال. تمام. فبدات القيمه تتغير. فدلوقتي السيت ستيت بتقول لفلاتر ان في تغيير حصل فاعمل لي ريبيلد لليو اي. لو انا شلت السيت ستيت فالسلايدر مش هيتحرك. وطبعا احنا مش بنكتب السلايدر على طول في السكافولد، لا هي لازم تكون في البادي. وبكده نكون اتكلمنا عن فيديو النهارده، وبكده نكون شرحنا كل حاجه في السلايدر، وهي ويدجت خفيفه يعني ما بتاخدش وقت. وبس كده، ونشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه.